سلام، اليوم مع سر الكوزينة جيتكم بوصفتين. درت لكم طاجين البي التونسي ولا البقلاوة التونسية، ودرت لكم الحريرة تاع مستغانم. الأخت اللي طلبت مني الحريرة نتمنى تتفرج هذا الفيديو. أني درت لها الحريرة، هذه الحريرة راهي تاع مستغانم باسكو فيها عدة أنواع. نبداو بطاجين البي بطريقتي الخاصة. نبداو على بركة الله، بسم الله. عندي نص صدر تاع دجاج وحبة تاع بصل. البصل قصوها شرائح رقيقة. في كاسرول حطيت شويه نتاع زيت مغرفه كبيره نتاع زبده، سخنتها مليح وحطيت عليها البصل ورشها ملح وخليتها تذبل. من بعد جيت للدجاج قطعته كاريات بطريقه عشوائيه وحطيته على البصل بعد ما ذبلت لي شويه. هنا الدجاج لازم تحمروه مليح. هما في الحقيقه يديروه بلا فيونداشي ويديروا له مرق باللحم. انا هنايا درتو بهذه الطريقه، يعني غيرته خلاص، درتو غير بالدجاج. كي يتحمر لي حطيت عليه رشه صغيره نتاع فلفل الكحل ورشه صغيره نتاع كزبر، ما تكثروش بزاف. ومن بعد قليوهم حوالي 2 دقائق. كي تكملوا امرقوا بالماء، الماء لازم يكون سخون. مرقت بحوالي كاس ونص نتاع ماء وخليتهم حتى الدجاج تاعي طابلي. كي يطيب لكم هذاك الدجاج صفيوه. كي تصفيوه خليوه جانبا. من بعد نوليو ليه في نفس هذيك الكاسرول بلا ما تغسلوها حطيت عليها كميه صغيره نتاع زبده وحطيت عليها شويه شامبينيون. انا ما كانتش الكميه متوفره عندي بزاف، اللي عندها بزاف دير غير شامبينيون ما ديرش الزيتون. لي كيما انا عندها غير كميه صغيره درت شويه شامبينيون وشويه نتاع زيتون وقلبت عليه هذاك المرق اللي طاب لي فيه الدجاج وخليت الزيتون نتاعي يطيب حوالي نص ساعه ولا رايح يطيب لكم. كي تكملوا حطوا عليه كميه من لاكريم ليكيد باه لاصوص تاعكم تجيكم ثقيله وطفيوا النار. من بعد سقيو بها الطاجين نتاعكم. دوكا نروحوا للدجاج. هذاك الدجاج والبصل حطيت عليه كميه نتاع فرماج وحطيت عليه ثاني شويه فرماج رابي وحطيت ثاني معاه 2 حبات نتاع بيض كاملين وحطيتهم في الروبو يتسرحاو. تقدروا تحطوا طور في الروبو وتخدموا. انا هنا حطيت في الكاسرول وخدمت باه تبان لكم، وحطيت معاهم 2 سنات نتاع ثوم ورحيتهم مليح. من بعد جيبوا اي مول. هما في الحقيقه يديروهم كاري ويديروهم على شكل بقلاوه. انا درت هذا المول تاع الكيك. لازم تفرشوه مليح بالبابي كويسون. حطيت الطبقه الاولى نتاع الدجاج، تخبطوا مليح وتحطوه في الفرن غير ينشف لكم برك، ابالكم تحمروه ولا تحرقوه، ينشف لكم شويه وطفيوا عليه. من جهه واحده اخرى جبت حبه بصل ثاني صغيره قصيتها ثاني شرائح بطريقه عشوائيه. في مقلاة حطيت شويه نتاع زبده وشويه نتاع زيت وحطيت البصل نتاعي وحطيت معاها ثاني 2 سنات نتاع ثوم، يعني تحطوا الثوم وتحطوا البصل. من بعد ديروا رشه صغيره نتاع ملح، ما تكثروش الملح بزاف وخليوها تتقلى غير تذبل لكم برك. حطوا هذاك السلق انا استعملت ربطه نتاع سلق كامله وخليوه حتى ينشف مليح من هذاك الماء باسكو راح يطلق الماء. كي ينشف لكم حطوه جانبا وجيبوا 3 بياض بيض. 3 بياض بيض حطوهم جانبا. من بعد تخدموا بهم والسلق نزيدوا عليه غير الصفار نتاع البيض. انا هنا قلت لكم استعمل 3 بيضات. 3 بياض بيض حطيتهم جانبا من بعد نخدم بهم. وفي السلق درت غير 3 صفار بيض وحطيت ثاني فرماج رابي وحطيت فرماج فوندي يعني كيما درت في الدجاج. وزيدوا بنفس الطريقه ارحيوهم في الروبو. لازم ثاني ترحيوهم مليح. كي ترحيوهم جيبوا هذاك الدجاج تاعكم بعد ما نشف. للاسف انا هنا شويه حمار لي، نتوما ما تحمروش يعني غير ينشف برك. انا هنا شويه نسيت عليه حمار لي. وزيدوا حطوا الطبقه الثانيه هي تاع السلق. هنايا الطاجين راح ندير 3 طبقات. هنايا المول تاعي تاع الكيك جاي شويه من فوقه اوفال على بها. درت له هذه الطبقه يعني خدمتها بالالومنيوم والبابي كويسون ودرت له واحد الحواف من على الجهه اليمنى وعلى الجهه اليسرى باه نصغر شويه في المول نتاعي. المول هنا نتاعي راهو 20 سنتيم. انا مام هنا انا ما درتش كونتيتي كبيره، درت يعني كيك صغير. وتقلبوه في الفرن ثاني ينشف لكم. ديما اخبطوا يعني كي تحطوا الطبقه الثانيه ثاني اخبطوا كيما خبطت الدجاج وحطوه في الفرن غير ينشف لكم برك هذا مكان ونحيوه. دوكا نروحوا نحضروا الطبقه الثالثه. استعملت فيها 3 مغارف كبار فرماج ابيض. حاولوا ديروا نوعيه مليحه. ودرت معها ثاني هذا النوع تاع الجبن، لازم ديروا فخوماج ريجيم. درت 2 علب، تقدروا ديروا علبه ونصف، انا هنا استعملت 2 علب. ودرت ثاني شويه فرماج رابي، قلت لكم انا نستعمل الجودان. ودرت ثاني معاهم 3 بياض بيض. هذا البيض اللي خليناه قبيله كما درنا في السلق، درنا 3 صفار بيض. قلت لكم خليوا بياض بيض راح نستعملوه في الطبقه الثالثه وتحطوهم في الروبو وترحيوهم.
انا هنا حسيتها شويه ثقيله، روح زدت لها بيضه كامله. نتوما زيدوا غير بياض بيض، يعني حاولوا زيدوا غير بياض بيض وحده، ما ديروش بيضه كامله. كي تكملوا وهنايا السلق نتاعي نشف، ابالكم تحرقوه غير ينشف لكم برك هذا مكان. هنا راهو ما يبان لكمش مليح، مي انا راهو نشف لي برك هذا مكان. زدت عليه هذيك الطبقه الثالثه وحطيت في الفرن غير ينشف. غير ينشف لكم تخليوه حتى يبرد. السر تاعو تاع التقطاع باه يجيكم الحبه مليحه وما تجيكمش فيها هذوك الحواف ولا يجيكم هذاك الشرشيف، خليوه يبرد لكم مليح وقطعوه. يبقى هنا اختياري، انا قلت لكم درت كيما المول تاع الكيك وميم قطعته كيما نقطعوا الكيك، هذه اختياريه. شوفوا الله يبارك راني نقطع فيه كيفاه نجح لي يعني، وجا الطبقات يبانوا راهم 3 طبقات، كل طبقه فيها حوالي 1 سنتيم، حوالي العلو تاعو راهو 3 سنتيم، هو جينيرالمون يجي من 3 سنتيم حتى 4 سنتيم. دوكا نروحوا للتزيين. زينته بشويه ورد مجفف ودرت عليه ثاني شويه نتاع جوز، وتقدروا ديروا بيستاش وتقدموه وتسقيوه بهذيك لاصوص اللي حضرتوها. دوكا نروحوا للحريره. في كوكوط حطيت شويه نتاع زيت وحطيت قطع من الدجاج. في الحقيقه يديروا فيها اللحم، يعني كيما الشربه تاعنا، يعني تحب اللحم تاع السن. انا مش متوفره عندي، درت غير شويه نتاع دجاج مع حبه بصل كبيره قطعتها شرائح، 2 حبات نتاع زروديه قطعتهم بطريقه عشوائيه. الزروديه تاعها صغيره دير 3 حبات، و2 حبات نتاع بطاطا قطعتهم ثاني على زوج، و2 حبات نتاع جريوات. الحريره راهي عده انواع، الوصفه هذه راهي مستغانميه، حنا صديقه لينا في مستغانم هي اللي مدت لنا هذه الوصفه، بالمناسبه نقولها صحه رمضانك. زدت 2 حبات تاع طماطم كبار، ومعاهم غصن نتاع كرافس وبوكي تاع دبشه، وغرفه كبيره طماطم كونسونطري، وشويه ملح، شويه كرويه، وشويه كركم، وشويه زنجبيل، وشويه راس الحانوت. الاساس تاع الوصفه هذه الكرويه وراس الحانوت لازم يكونوا نوعيه مليحه. وحطيت ثاني شويه فلفل اكحل. خلطت شويه وخليتها تتقلى حوالي 20 دقيقه، رايحه تتقلى لكم. ما تزيدوا لها حتى قطره تاع ما، باسكو الخضره رايحه تطلق الماء نتاعها وتتقلى فيها. كي تتقلى لكم زيدوا لها الماء لازم يكون سخون، يعني سخنوه من قبل حوالي لتر نتاع ماء، وتغطيه وتخليوها تطيب. غير طيب لكم ويطيب لكم هذاك اللحم ولا الدجاج اللي درتوه، نحيو الكرافس تاعكم وزيدوا نحيو الدبشه، ميم اللحم نتاعكم نحيوه وحطوه جانبا. راكم تشوفوا نحيت كلش، خليت غير الخضره نتاعي. ودوكا لازم نرحيو، لازم ترحيوها مليح، باسكو ثاني السر تاعها لازم ترحيوها مليح. كي ترحيوها زيدوا عقبوها في الصفايه، لازم تجيكم رطبه لازم. كي تعقبوها في الصفايه ديروا بالمغرفه باه تهبطوا شويه، ويبقى لكم هذوك الكشور وهذوك الشوائب نحيوهم وطيشوهم. كي تكملوا مرة زيدوا امرقوا بالماء، مرقت بحوالي اطرتين نتاع ماء وقلبتها للنار. هنا الماء لازم ثاني يكون سخون، ومن بعد ضفت لها حوالي نصف فنجان نتاع مرمز، هما يقولوا تشيشه احنا نقولوا المرمز، حوالي 2 مغارف كبار نتاع مرمز. وتقلبوها على النار تخليوها تغلي. في نفس الوقت تروحوا تحضروا هذه الخلطه اللي لازم تديروها. في بول حطيت شويه نتاع ماء وحطيت مغرفه كبيره نتاع فرينه، اللي يحبها ثقيله يدير 2 مغارف، اللي يحبها خفيفه دير مغرفه كبيره نتاع فرينه. زيدوا حطوا شويه نتاع ملح، مغرفه صغيره زنجبيل، مغرفه صغيره راس الحانوت، ومغرفه صغيره كرويه. ولكم السر تاع البنه نتاعها راس الحانوت والكرويه، كون يعودوا مش نوعيه مليحه مش راح تجيكم بنينه. وضفت لها ثاني مغرفه كبيره طماطم كونسونطري، وتخلطوهم شويه حتى تشوفوا جميع المكونات اندمجت مع بعضهم، ومام هذيك الفارينه دارت لكم يعني ذابت. كي تكملوا مره اقلبوها على المرق نتاعكم، وحاولوا ثاني تزيدوا تصفيوها للمره الثانيه. انا هنا الفارينه نتاعي ما كنتش هزتها، قلت اون سي جامي كاش حبيبات ولا يبقاو لي في الصفيه، وديما عاونوا شويه بالمغرفه باه تسيح لكم. راكم تشوفوا هذو الشوائب ما ديروهمش، نحيوهم وطيشوهم. كي تكملوا مره ابداو ديروا بالفوي، يعني خلطوا بالفوي. كاينين اللي يديروا فيها الشوفان، لا ديرتوا فيها الشوفان ما ديروش مره المرمز. وكي هنا ديروا الفارينه وتخلطوا الشوفان، تخليوه هو الاخر باه تحطوا الشوفان نتاعكم وتخليوها تعقد، لازم حتى تطيب لكم الفارينه. كي طيب لكم هذيك الفارينه حوالي 20 دقيقه ولا نص ساعه ولا، وتبدا تتقال لكم، حطوا عليها شويه فلفل حار وشويه نتاع دبشه. خليو هذاك الفلفل الحار يطلق الحرور نتاعو وطفيو عليها. في الاخير هذه هي الحريره نتاعي، صنعتها بشويه نتاع دبشه ونعناع، هما ما يصنعوهاش بالنعناع يديروا غير الدبشه. راكم تشوفوا كيف تحصلت عليها. وهذا هو طاجين الباي نتاعي، شوفوا كيف تحصلت عليه، يعني الطبقات جاوني قد بعضهم وجاوني ما شاء الله. لاصوص سقيتها بها، حطيت شويه من تحتها وزدت حطيت شويه من الفوقه.
نبقى نقولكم غير صحة فطوركم، شاهيناكم في الجنة وسلام.